انا هبتدي اوزع الورق دلوقتي. اللي هيشوف عينه تبص كده، عينه تبص كده، هاخد منه الورقة واعمل له محضر غش واروحه. اصطبحنا واصطبح الملك لله. ده ايه الاستباحة الجاز دي؟ ده انا كنت جاي اعمل حسابي ان انا غش منك يا سردينة. يا عم كان السردينة نفع نفسه. خلاص، امنعوا الصوت. انا هسلم ورق الاجابة حالا، مش عايز اسمع نفس في اللجنة. عايز ترمي الدبوس يعمل تريرين تريرين. سفينة، هو قال ترمي الدبوس يعمل ايه؟ نأخذ الحرير من دود القز ونستخرج المعادن من بطن الأرض ونصنع الجبن من لبن الغنم والبقر. انت بتعملي ايه يا سلوى؟ بذاكر يا سيدي عشان امتحان بكره. هو انت مش عندك امتحان زيي؟ قاعد بتعمل ايه؟ ما انا عارفه ان انا عندي امتحان. ايه يعني عندي امتحان؟ ده انا احل الامتحان ده بصبع رجلي الصغير. لا يا شيخ، طب بلاش فزلكه بقى والنبي لا تعيط في اللجنه كده زي امبارح. لا انا ما عيطتش ولا حاجه، ده انا حتى غششت اللجنه كلها. بلاش كذب بقى يا مودي بدل ما اقول لبابا. لا يا شيخ انا بقول الحقيقه، انا ما عيطتش. مين اللي قالك ان انا عيطت؟ العصفوره قالت لي. اكيد فرحان الفتان هو اللي قال لي. مالكش دعوه بقى مين اللي قال لي، وروح بقى ذاكر عشان شكلك هيبقى وحش قوي بكره لو عيطت كمان قدام فاتن حبيبتك. بقول لك يا سلوى ما تجيبيش سيره فاتن، انا بقول لك اهو وبحذرك. لا والله. هتعمل ايه بقى يعني يا مودي؟ هتعيط برضه؟ ماشي يا سلوى البلوى، انا هعرفك وهنتقم منك. ابقى وريني. نزرع القطن والقمح في الحقول، نقطف الورد والعنب من البساتين، نركب الخيل والبغال والحمير. وبحبك يا حمار وبعزك يا حمار ولعلمك يا حمار بحبك يا حمار. اطلع غني بره عشان انا عاوزه اذاكر. ايه يا سلوى، ده حتى اغنيه جميله. مش انتي بتحبي الحمير؟ اطلع بره بدل ما نادي الماما. مش طالع يا ماما. في ايه يا بنتي يا سلوى، مالك بتصرخي كده ليه؟ مودي يا ماما عمال يغلس عليا ومش عارفه اذاكر. مالك ومالها يا ولا يا مودي؟ ما تروح تذاكر لك كلمتين يا ولا. انا ما عملتش حاجه يا ماما، ما انا بذاكر اهو. لا والله، لا شايفه في ايدك يعني كتاب ولا مذكره ولا حاجه. روح يا حبيبي، روح امسك لك كتاب كده يا حبيبي بدل ما تجيب لي ملحق زي المره اللي فاتت. روح. حاضر يا ماما. لا تفشي سرا، لا تعمل شرا، لا تقبل ذلا، لا تحاول غشا. سمعني يا مودي؟ وربنا لعرفك يا سلوى البلوى. خد هنا يا واد، هتجنني يا واد. حاضر يا ماما، انا ما عملتش حاجه والله، هي اللي بتضايقني. ولا يا سرحان ولا يا سرحان، اخلص يا ابني، مش عارفه احل حاجه. السؤال الاول ايه؟ مستر. ايوه يا سلوى، عاوزه ايه؟ انا سامعه صوت يا مستر، في حد عاوز يغش. مين ده اللي عاوز يغش ونطلعه بره اللجنه؟ يا بنت الايه يا سلوى، بتفتني عليا والله العظيم يا سلوى. لما نخلص اللجنه نعرفك بره. ما تخلص بقى لا سرحان بقى، انت عيل ندل صحيح. مش عايز اسمع صوت. مستر انا خلصت وعايزه اطلع يا مستر. استني لما يعدي نص الوقت يا حبيبتي. يا نهار ابيض، سلوى خلصت وانا لسه ما عملتش حاجه في السؤال الاول. يلا خلاص يا حبايبي، كله بقى يقفل الورق. كده ملحق تاني والحمد لله. هاي مان، ايه رايك في الامتحان؟ كان جامد جدا يا معلم. يا عم جامد دي وزفت ايه؟ قعدت اقول لك على السؤال الاول وانت مش معبرني خالص يا سرحان. انت شكلك كده سلوى موصياك. ما تقولش كده يا مان، احنا اصحاب قبل اي حاجه. صدقني ما عرفتش اقول لك حاجه من المستر. ايه رايك يا احلام في الامتحان؟ كان سهل جدا. فعلا يا سلوى يا حبيبتي كان سهل خالص، بس هي بس نقطه كده اللي انا اتلخبطت فيها شويه. بس صراحه الامتحان فوق المتوقع. بتقول لك فوق المتوقع؟ والله العظيم ولا هي فاهمه اي حاجه. قول فوق الفظيع، تحت المريب، حسبي الله ونعم الوكيل. في ناس كده يا احلام شكلهم هيقضوا الصيف كله مذاكره. ما بس بقى يا بنتي، هتشمتي في اخوكي ولا ايه؟ انا خايفه اروح البيت. يا نهار ابيض، دي فاتن جت. طب امشي انت بقى يا سرحانه ما اشوف هبرر لها ازاي موقفي ده. ماشي يا مان، اقابلك بقى بكره. ازيك يا مودي، عملت ايه في الامتحان؟ اهدي الحاجه يا سلوى، المسهوكه جت. انا مش عارفه بيحبها على ايه المعسعسه دي. يا بنتي بقى القلب وما يريد.
ايوه صح، مراية الحب عمية. قصدك عمشي. مش عارفة اقول لماما ايه يا فاتن، انا خايف جدا. ما تخافش يا مودي، انت عملت اللي عليك، بس لازم تقول لها الحقيقة. انا عارفة ان انت تعبت، عشان كده انا بدعمك. حبيبتي يا فاتن، انت الوحيدة اللي بتشجعيني وتدعميني. وادي الاجازة كلها بقى راحت وضاعت، هضطر اذاكر تاني في الاجازة كلها. يا سلوى يا بنت المحظوظة، زمانك عمالة تلعبي دلوقتي. يا مودي يا حبيبي، بتعمل عندك ايه؟ انا مش بعمل حاجة يا ماما، ده انا بتثقف بس. بتثقف؟ طب ما تقولي كده بتثقف بتذاكر ايه؟ لا مش بذاكر ولا حاجة يا ماما. بصراحة بقى كده يا ماما، انا عايزة اقولك على حاجة، وانتي طبعا معلماني على الصراحة. ايوه طبعا، امال ايه، انا طول عمري معوداك على الصراحة، والصراحة راحة يا مودي، وريحني يا حبيبي وقولي الصراحة. بصراحة كده يا ماما، في قصة كنت عاوزة اقراها لك. قولي يا حبيبي، والقصة دي قدامك؟ ايوه يا ماما، القصة دي في الكتاب اهي. طب قول. حاضر يا ماما، هقولك اهو. في يوم من الايام جاء الطالب مودي من الامتحان حزينا. الطالب مودي؟ هو كمان الولد اللي في القصة اسمه مودي؟ ايوه يا ماما، عادي يعني، عادي، اسم مودي منتشر وجميل. كمل يا حبيبي. وكان حزينا لانه لم يجاوب في الامتحان. صلاة النبي، صلاة النبي، مكتوب عندك كده برضه؟ ايوه يا ماما مكتوب كده، هو انا هكذب يعني؟ لا يا حبيبي، حاشا لله، ما بتكذبش ولا حاجة، ده قصة بس. استني بس يا ماما اكملك القصة كده. كمل يا حبيبي. وكان يريد ان يصارح امه حبيبته. يا سيدي. ولكنه كان يخشى. تخشى ايه يا واد؟ هاتلي بقى الكتاب ده اما اشوف القصة اللي انت عمال تألفها من دماغك دي. اكمل لك انا بقى يا مودي. وجرت امه لتعاقبه، فليختار اما بين الشبشب، الحزام، العصاية. ليه كده يا ماما بس؟ لا يا ماما، ده انت حبيبتي يا ماما، مفيش اختيار بقى والنبي يا ماما. اللي هو ايه؟ جري، والجري نص الجدعنة. يعمل ترن ترن. يلا كده الوقت ابتدى، قدامكم من دلوقتي ساعتين بالظبط وهلم الورق. سردينة، سردينة، هات السؤال الأول. طب انت حليت السؤال بتاع الاسم ورقم الجلوس؟ لو حليته هاته بسرعة. سؤال ايه يا سردينة اللي اسمه الاسم ورقم الجلوس؟ ده اسمك يا حبيبي ورقم جلوسك. وبعدين اللجنة فيها صوت، مش هنعرف نبقى زي اللجان اللي جنبنا. يا عم اقعد بقى بدماغك اللي شبه البلاصة دي. سردينة، هات الصح والغلط بسرعة. صح غلط صح، صحين غلطين، صح صح غلط صح، غلط صح غلط، صح صح. سردينة، هم 4 صح وغلط بس، مفيش غيرهم. انا بديك اختيارات يا سفينة وانت تختار. يا اخي روح منك لله، منك لله. طب اقول لك يا سفينة، هات السؤال الاول. لا ده كان اختياري ما عملتوش. طب هات السؤال التاني. لا ما ده كان صح وغلط، وانا عملتهم كلهم غلط عشان هي الاختيار الوحيد الصح في حياتي. بقول لك ايه، محن في الامتحانات مش عايز. وانا مش قلت مش عايز صوت؟ اقول لك يا سردينة، هات ورقتك وتعال. والله العظيم يا مستر اشرف ما عملت حاجة، سفينة ولا عمال يغش مني. ابتدينا نستعبط على اساس ان انت حلل حاجة عشان اغشها منك. بقول لكم ايه، اللي هيتكلم فيكم بعد كده هعمل له محضر غش. سردينة، فاضل لك كام سؤال وتكون خلصت الامتحان. فاضل لي الامتحان كله يا سفينة. امال انت كنت بتذاكر امبارح طول اليوم في ايه؟ يا عم مفيش حاجة من اللي ذاكرتها جت، مفيش. تصدق بقى ان انت مخك تخين. طب وانت ما ذاكرتش ليه طول السنة يا ابو الفهلوة؟ انا دماغي حلوة بس انا اللي هوائي. طب اسكت بقى، خلينا نعرف نحل اي حاجة في الامتحان الهباب ده. يا مستر، يا مستر، يا مستر. ايوه يا ابني، ايوه يا حبيب، اي اسئله متعلقه بالماده هيجي دلوقتي مدرس الماده. يا عم اسئله ايه؟ انا ما اعرفش انا بمتحن ايه اصلا، انا مزنوق. ممنوع الحمام. هو ايه اللي ممنوع الحمام؟ طب واعملها فين انا دلوقتي؟ ممنوع الحمام قبل نص الوقت. يعني انا افضل مزنوق لحد ما نص الوقت يعدي؟ ده ايه الهم ده يا ربي؟ هل انت وهو من سكات؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ يا الف اهلا وسهلا. ازيك يا مس هانم؟ دي اللجنه نورت والله. واضح ان انت ظابط اللجنه بتاعتك قوي يا استاذ اشرف، واحنا نظبطها الاعز منك يا قمر ولا ايه؟ اتنحنح يا اخويا، اتنحنح قوي. شوف اللي كان عمال يشخط ويزعق فينا دلوقتي قلب بطه بلدي. طب بقول لك ايه يا سفينة، انت حليت حاجة؟
حليت المسائل كلها. مسائل ايه يا سفينة؟ يا ابني احنا بنمتحن عربي يا ابني، يا رب صبرني. هو انا مش قلت مرة الصوت؟ والله يا ورقتك تكالت ولا الصوت. هدي نفسك يا استاذ اشرف. لا استاذ ايه بقى، خلاها يا اشرف على طول. بعدين انت لو عايزاني اقوم ادور الضرب في العيال دي مش هياخدوا في ايدي غلوة يا ذكري. يا مس هانم انا هبعت اجيب فطار وهجيب لك معايا عشان يبقى بينا عيش وملح. يا مستر، يا عم انا بقالي ساعة مزنوق هعملها على نفسي. يا دي يا صفينة، هو انا مش قلت لك حل وانت ساكت؟ يلا انت مش هترتاح يلا غير لما اعمل لك محضر غش. لا لا يا مستر اشرف، حرام، خليه ينزل يعمل حمام عشان خاطرك انت بس يا جميل. يا دي الكسوف يا استاذ اشرف، بتكسف الله. سردينة، انا ابويا مستنيني تحت بالسماعة، هلبس السماعة وهاجي نحل كل الاسئلة فرجت. طب يا اخويا على الله ما تتقفش بيها بس. لا عيب عليك. يلا هذا اللي عايز تعمل حمام قدامك دقيقتين بالظبط تعمل فيهم حمام وتطلع لي حالا. ده اللي هو ازاي يا مستر اشرف؟ اعملها لك في اخر السلم ولا ايه يعني، ولا اعملها لك في الطرقه؟ يلا بلاش لماضه، دقيقتين ولاقيك طالع لي. تعرف يا مس هانم، وانا كنت قد العيال دي كنت احل الامتحان ده بصبع رجلي الصغير، وكنت بطلع على كوكب المريخ وكوكب المشتري في اليوم مرتين، وخدت الكره الذهبيه وانا شاب اكتر من كريستيانو وميسي. خلاص يا استاذ اشرف انا مش قادره، انا هتجوزك دلوقتي. وبعدين مش عايزه اسمع نفس في ام اللجنه. سفينة عملت ايه؟ بقول لك يا سردينه سيبنا حل، واما اخلص الامتحان هديك اللي انت عايزه كله في الاخر. ماشي يا اخويا بس انجز. مستر يا مستر، انا خلصت وعايز اسلم. وحياة امك لهنفخك بره. اللي خلص ممكن يسيب الورقه ويمشي. تمام يا مستر، انا خلصت وبارك الله فيما رزق. افتكر انك لو مشيت هتتنفخ. سلام يا سردينه عشان ابويا عايزني، سلام. يا واطي يا ابن دلوقتي يا اولاد هوزع عليكم درجات الامتحان. استر يا رب استر، ده انا ما حلتش حاجه خالص. وليك ده يا مستر اشرف؟ طب ما تدي كل واحد الورقه بتاعته وكل واحد يعرف نتيجته وخلاص. سردين 3/20 صائب. هات ولي امرك وانت جاي المره الجايه. 3/20؟ ده انت لو كتبت اسمك ورقم الجلوس وسطرت الورقه كنت هتجيب اكتر من كده يا سردين. ماشي يا مستر اشرف ماشي، على فكره انا عارف العربيه بتاعتك بره. سفينه 1.5/20. 1.5/20؟ ده ظلم على فكره، انا اطالب باعاده تصحيح اوراقي. ولابس لي سماعه والواد هيقفل واقول لك يا سفينه تقول لي استنى اخلص السؤال، يا سفينه استنى اخلص السؤال، وفي الاخر تجيب 1.5/20. يا اسطى كنت بتسمع رضا المعراوي؟ بقول لك ايه، مش انت عارف عربيه مستر اشرف؟ ايوه عارف. طب يلا بينا نخليها له على الجنط. بينا يا صاحبي.